توقف توقيع أو تصديق الجواز السفر السوري الصادر في عام 2024 من السفارة السورية في برلين، وفقط التوقيع لا الجوازات الصادرة ب 2023. شيروا هذا الفيديو الدال على الخير كفاعله. اسمي علاء خلف، إعلامي ومستشار قانوني في ألمانيا. في بداية هذا الفيديو صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الجوازات الإلكترونية الحديثة اللي هي البيومتري، اللي هي بتحتوي على شريحة ومعلومات داخلة وفق الأنظمة العالمية للهجرة والجوازات العالمية أو الحدودية، الجمارك في المطارات، بيقدروا يدخلوا على معلوماتك عبر الكمبيوتر. يعني هي لأنه فيه شريحة إلكترونية قادرين يتثبتوا من شخصيتك ومعلوماتك وصورتك وإلى آخره كله، لأنه هذا كله مرقما. يعني كل شيء هذا ما مستحيل انه يتزوج. وفقا للانظمه العالميه فهو الجواز السوري هو مثله مثل اي جواز آه، صادر في امريكا او صادر في المانيا، لانه هو جواز الكتروني ومستحيل التزوير هذا الجواز. طبعا وفقا للانظمه العالميه وحاليا انه الجواز الالكتروني هو يحتوي على شريحه، يعني ما في داعي انه يكون موقع او يكون عليه ختم وبصمة، لانه الجواز مستحيل انه يتزور. فاللي عم بيصير حاليا الاوسلاندر بوهوردي اللي بألمانيا عم بيطلب من الناس تروح تصدقه الجواز. الناس عم بيروحوا على السفارة عم ترفض التصديق أو البصم أو أي شيء، بأنه هذا الجواز فعلا هو جواز ضمن اللوائح العالمية للجوازات السفر، وأنه هو مستحيل أنه يتزور وما حدا بيقدر يحمله غير صاحبه، وهذا الشيء صحيح. ولكن بنفس الوقت الاوسلاندر بيهوردي عم بيقول صدق يعني في خلاف في هذا الموضوع، ولكن اذا تكترت الحالات ممكن يسكروا على هذا الموضوع انه توقيع، كونه انه الجواز هو يعني جواز الكتروني ومقبول. يعني صراحة مستحيل انه يتزور. حبيت اني اشارككم هذا الخبر وشاركوا هذا الفيديو، وصلوا للناس اللي يعني حاولوا انكم تتأكدوا. انا عم بقول لكم شو عم بيصير، ولكن اذا انتم بتحبوا تخبروا من تحبوا تتأكدوا من مصداقية هذا الخبر، فيكم تتواصلوا مع السفارة السورية في برلين، بلجيكا، بروكسل، أي وين مكان فيكم وتتأكدوا من هذا الشيء. وحتى ما تقطعوا مشوار كبير. طبعا في ناس كتير قطعت مشوار على برلين ولم يتصدق ولم يوقع على الجواز، وفعلا بتجوا للواقع هو جواز مستحيل انه يتزور. يعني جواز الكتروني، جواز شريحة الكترونية وبس. هذا على خلف، يحييكم، أراكم على خير بالفيديو القادم. طبعا جواز معترف فيه عالميا. نعم، إلى اللقاء.